انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي. سمعتوا قبل كده عن حفله فرعونيه الاوركسترا بتاعتها من القرود؟ القرد زي اي حيوان تاني بيتنقل من مكان لمكان عشان يعيش. في وقت من الاوقات كانت مصر انسب مكان لكل الحيوانات، بس طبعا الحيوان والانسان كانوا بيشكلوا خطر على بعض ما عدا القرود. اشمعنى؟ لان القرد اذكى الحيوانات اللي خلقها ربنا، فكان عنده القدره انه يفهم طريقه الانسان وازاي يتعاونوا مع بعض، خصوصا لان شكل القرد قريب من شكل الانسان. سؤال بقى، هو القرود هم اللي اتكلموا لغه الفراعنه ولا الفراعنه هم اللي اتكلموا لغه القرود؟ ميزه القرد في التقليد خلته يقرب قوي من الانسان، خصوصا في طريقه التعبير. طريقه تعبيره شبه الانسان في حاجات كتير، والتقليد كان اول طريقه تواصل ما بين المصري القديم والقرد. بقى القرد معاهم في حياتهم اليوميه، بيشارك فيها كمان. ثانيه واحده، يعني انا ممكن الاقي قرد بيمسح ويكنس الشقه. جات لي فكره يا ماما توت، ماما ما جاتش. بص يا سيدي هفهمك. القرد كان بيساعد في الزراعه وجمع المحاصيل، فكان وجوده مهم مع الاسره المصريه القديمه. بس هل دي توصل للمصري القديم يقدس القرد؟ دور القرد ما وقفش هنا وبس، كان بيساعد الشرطه في القبض على المجرمين. طب قدسوه ازاي بقى؟ قريب خالص اكتشفوا مقبره لقوا فيها مومياوات كتير للقرود، غير الرسومات اللي لقوها على جدران المعابد والمقابر اللي توضح دور القرد في حياه المصري القديم والمهام اللي كان بيعملها كل يوم. استنى اقول لك على حكايه القرد الحديث بس بعد شويه. امال ايه بقى قصه اوركسترا القرود؟ تعال اقول لك. القرد بيشارك في كل حاجه، جت يعني على اللعب، فكان بيشارك في الحفلات في الرقص والموسيقى. في معظم الصور اللي على المعابد بنلاقي صوره القرد في الفرقه الموسيقيه. القرد الحزين بقى كان تمثال من التماثيل اللي لقوها متحنطه للقرود، واللي كان اشهرهم قرد البابون، وده بقى التمثال المعبود تحت رب الحكمه عند المصريين القدماء، وكان مركز العباده اشمون في مصر على شكل قرد البابون الجاد. في بعض الاساطير هو اللي عالج عين حورس. اقول لك بقى على سر، الموز مش الاكل المفضل عند القرود، واصلا اوقات بتسبب له الامراض. اخر حاجه، قرد البابون موجود في حديقه الحيوان اللي في الجيزه. كان ذكرياتك مع جنينه الحيوانات خصوصا القرود. ما تنساش بقى اللايك والشير عشان يجيلك كل جديد.